بسم الله الرحمن الرحيم. آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده يا جماعة هنعمل بيتزا. طبعا أنا جبت العجينة على طول أهي. عجينة عملت لي صينيتين كبار، صواني المقاس الكبير أوي ده أهو. دي صينية كمان أهي. المكونات بتاعتها دي الفلفل قطعناه والطماطم والبصل، ودي جبنة الموتزاريلا، ودي الصلصة اللي هتتحط عليها. طبعا انا عملت الكميه دي 5 كوبايات دقيق. حطيت عليها معلقه خميره فوريه، 4 معالق زيت، 3 معالق لبن بودره، رشه ملح بسيطه، سكر، معلقه سكر، معلقه خل، عشان الخل بيخلي المخبوزات في حته تانية يعني. وادي الفراخ اهي. فراخ قطعنا فراخ وشوحناها، كان عندي صدور الفراخ البانيه، قطعناها وشوحناها عشان نحطها على وش البيتزا. نقوم بقى دلوقتي يا جماعة بالصلصة اهي. عملناها وبردت. الصلصة دي عملناها ازاي؟ طماطمتين كبار، وبصلية برضو كبيرة او وسط كده، وقرن فلفل، وشوية توم حلوين برضو، 3 4 فصوص، 5 فصوص، قولي 10 فصوص توم. وحطيت فلفل اسود وكمون وملح طبعا، ومعلقة سكر صغيرة كده عشان ايه الحموضة. فاحنا يا جماعة اهي الصلصة اهي وخليناها كده عاملة زي الكاتشب. بعدين بعد ما استوت كلها حطيتها في شوية مية، طبعا حطيتها على النار لحد ما استوت اهي. فرحت ايه بعد كده خليتها هديت، ورحت عملت ضربتها في الخلاط، وبعدين اهي سويتها على النار اهي. حطيت لها معلقه سمنه كبيره، وملح وفلفل وكمون وسكر برضو، عشان تستوي وتبقى اهي. شوف ازاي زي الكاتشب بالظبط، وجميله جدا وطعمها جميل. نحط بقى الايه، طبعا الصينيه اهي خرمتها بالشوكة عشان خاطر ما تقبش قوي، ما تبقاش زي العيش، تبقى حجمها معقول يعني، ما تبقاش زي العيش اهي. نحط بقى الصلصة، نوزع الصلصة عليها اهي 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 يا جماعة اهي اهي الصلصة اهي الصلصة اهي. منظر بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تحفة بصراحة، تحفة. منظر وطعم الصلصة دي جميل جدا، جميل جدا ما شاء الله. الصلصة اهي. انا من رأيي بقى ايه هنحط من رأيي نركن دي شوية كده. الصينية التانية نحط لها برضه الصلصة اهي اهي. المهم يعني ايه اهي. بعد ما حطينا الصلصة كلها عليها اهي، نزود هنا شوية كده اهي. ادي الصينية التانية اهي. انا من رأيي بقى ايه
نحط الجبنة الموتزاريلا اهي على على الصلصة، وبرضو نحط طبقة تانية على على المكونات بعد ما نحطها. يعني نحط طبقتين من الجبنة الموتزاريلا اهي. نحط لها بقى ايه ادي الفراخ البانيه اللي قطعناهم اهي، صدور الفراخ نحط كده اهي 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 كده اهي، نوزعها عليها كلها اهي اهي اهي. هي طبعا معلش هي الفراخ طلعت قليله. نحط بقى الفلفل، ادي الفلفل الاخضر اللي هو بتاعنا جوليان. هي نعمل واحده بعد كده نكمل الدنيا بقى. منظرها بصراحة يفرح. ادي الطماطم الصحيحة دي لما بتيجي بتاخد بتستوي على وش البيتزا بصراحة بتبقى مشوية كده وطعمها جميل. والمفروض احط زيتون، بس عند الاطفال عندنا ما بيحبوش الزيتون بصراحة. عندناش اطفال بتحب الزيتون اهي اهي. يا جماعة حطينا طبقة جبنة موتزاريلا على الصلصة، بعدين حطينا اللحمة الفراخ المقطعة مكعبات صغيرة اهي، بعدين حطينا الجبنة الموتزاريلا، وبعدين حطينا الطماطم والفلفل. دي صينية كاملة اهي. نكمل معاكم بقى الصينية، نحط بقية الصينية التانية، بعدين نسخن الفرن يا جماعة قبلها مثلا ب5 دقايق كده، ونحط على درجة 180 على الرف اللي تحت او في الوسط. مش عارفة يعني في ناس تقول كده وفي ناس تقول كده، بس انا هحطها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. انا هحطها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، واكون مسخنة الفرن قبلها بشوية. ان شاء الله تستوي على الهادي كده وتبقى جميلة، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما تستوي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، بعد ما حطينا كل المكونات وحطينا البصل الجوليان اللي قطعناه والطماطم والفلفل والجبنة الموتزاريلا حطيناها في الاخر خالص برضو بقى، يعني زي غير الطبقة اللي حطيناها على فوق الصلصة غير الطبقة اللي حطيناها فوق الصلصة، حطينا طبقة تانية على وش كل المكونات دي اهي، والتانية اهي. بسم الله ما شاء الله، حاجة تشرح وحاجة جميلة، وان شاء الله هتبقى جميلة قوي في الطعم وفي الريحة وفي كل شيء، وبتتاكل بألف هنا والشفا. واشوفكم بعد ما اطلعها بقى من الفرن، اوريها لكم بعد ما تستوي ان شاء الله. معلش يا جماعة انا نسيت اقول لكم ان انا اهي في الفرن اهي على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص اهو 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 اهو. الرف اللي معلش اللمبة بتاع الفرن ما باظت، فاهو لحد ما، وكنت مسخنة الفرن قبلها ب5 دقايق 7 دقايق عشان خاطر هي المخبوزات كده لازم الفرن يبقى سخن قبلها بفترة بسيطة، يعني 5 دقايق كده.